يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين. بما اني النهارده كنت شغاله في تفريزات رمضان، قلت اعمل اي اكله سريعه كده. فكنت قلت اعمل كفته ومكرونه سباكيتي، فقلت بدل ما اعملهم الاتنين كل حاجه لوحدها، تعالوا بس وشوفوا انا هعمل ايه. وفي قلب طاجن مع بعض وفي صينيه واحده. هنا انا جبت حله وحطيت عليها بصلايه ومعلقتين زيت هحمرها، وهنزل عليها بالطماطم. طبعا ده كيس كنت مفرزاه، بما ان الوقت كان ضيق معايا النهارده، فجبت كيس من اللي انا عاملاه وحطيته ايه، قلت هسبكها. هي طبعا مش سبكه، يا دوبك بس تفك. انا حطيت البهارات بتاعتي، ملح وشطه وكمون وفلفل اسمر، واسيبها تفك كده مع نفسها. هنا انا كنت حطيت في قلب الكبه بصلتين كبار، وعليهم قرن فلفل سبايسي وقرن فلفل رومي. هنفرمهم هنخليها ناعمه. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة. هنا كنت خلاص فرمتها. ده نص كيلو من اللحمة المفرومة، هنزل عليها بالبصل والفلفل بتوعي اللي انا فرمتها، وهنحط عليها بقى فلفل اسمر وملح وسبع بهارات وكمون وشطة. ملح وفلفل وكمون وسبع بهارات وشطة. نبدأ بقى كده ندعكم في قلب بعض، نسمغها في بعضيها. انا طبعا كنت مستعجلة عشان خاطر كنت متأخرة على ميعاد الغدا، كنت بفرز شوية تفريزات. هنا انا جبت المكرونة الاسباجيتي، بدأت اصبع عليها الكفتة. طبعا المفروض الكفتة دي كانت تستنى شوية عشان خاطر تبقى تتمسك معايا، بس طبعا عشان كنت مستعجلة فحاولت ان انا اصبعها زي ما انتوا شايفين كده. بس انت طبعا لو مش مستعجلة يفضل ان انت تسيبيها لحد ما تتمسك مع بعضيها. هنجيب كده شوية من المكرونة مش كتير، كل ما تقللي كل ما تستوي معاكي تبقى حلوة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. هنا انا اصلا قربت اخلص الفيديو بتاع تفريزات رمضان وهنزله ان شاء الله، يعني ممكن انزله على بكرة. فطبعا كل يوم بنزل اجيب حاجة واقوم عاملاها. هنا انا خلصت اول صينية وهعمل بقى الصينية التانية. وادي اللحمة المفرومة اللي فاضت مني اللي وريتها لكم. هجيب بقى الصلصة بتاعتي التسبيكة اللي انا عاملاها واوزعها كده على المكرونة. طبعا انت لو لقيتوها لسه مستوتش ومحتاجة شوية صلصة، زوديها شوية مية سخنة هتستوي معاكي وهتبقى زي الفل. عايزة تعمليها على عين البوتاجاز، حطيها في صينية ألمونيا وغطيها ووطي عليها النار. هنا انا غطيتها بورق الفويل وهدخلها الفرن. هي نص ساعة في الفرن وهتكون استوت، هتطلع بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين. حاجة سهلة وما خدتش مني مواعين كتير، وهي في نفس الصينية عملت كله. بما ان الواحد مش فاضي، فدي اسهل حاجة ممكن تعمليها. عايزة اقول لكم والله كانت طعمها جميل وما خدتش في ايدي وقت خالص. انا زي ما قلت لك كده، انت تسيبي الكفتة شوية تهدى حبة كده بحيث تتمسك معاكي. واستنوني في وصفة جديدة من وصفات لومة، واشوف وشكوا على خير.